السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم الصحة وأحسن حال. اذكروا الله، لا إله إلا الله، وصلوا على النبي يا حبايبي في الكومنتات، عليه أفضل الصلاة والسلام. وحشتونا من آخر فيديو. طبعا احنا لسه بنشتغل في البيت اهو، لأن طبعا انتوا كنت عارفين ان الجنب التاني اللي احنا مكناش عاملينه بلاط دوا، ما كنتش حاطة فيه السباكة وكده. بيتنا يعني اتعملت فيه السباكة على كذا حاجة يعني. بصراحة كان كل ما ربنا يفرشها بنعمل حاجة في البيت، فطبعا ما عملتش الحاجة مرة واحدة، ما عملتش السباكة مرة واحدة. ابتدينا بقى طبعا يا حبايبي، ابتدينا بقى ايه بان احنا نرمي المواسير بتاعت الصرف دي. اللي الشارع بتاعنا طبعا ما فيهوش مجاري وكده، بس قلنا لازم ايه نعمل المواسير دي قبل البلاط. شكرا طبعا على الكومنتات الحلوة اللي جبرتم بخاطر بيها في الفيديو. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويجبر بخاطركم كده جبرا يتعجب ليه أهل السماوات والأرض. بشكركم من قلبي والله، ربنا يسعدكم ويخليكم لي وما تحرمش منكم أبدا، ويديمكم نعمة في حياتي، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا بقرا الكومنتات كلها كده والله العظيم، وأنا ببقى فرحانة إن انتوا بتجبروا بخاطري، بتكتبوا لي كلام طيب زي قلوبكم الطيب. ربي يسعدكم ويخليكم لي يا رب. بس طبعا لسه يا حبايبي مرحلة البلاط ما عملناش الصنايعي اللي هو بيجي يعمل لنا يعني وكده. بصراحة ربنا يرزقهم يعني، كذا واحد شفناه لسه طبعا شغالين وكده. ففي واحد يعني هو كويس معانا في المعاملة وكده، عمل لنا البلاط بتاع الجنب داكو. فقال لنا يومين يا ام محمد ان شاء الله هخلص الشقة اللي في ايدي وهاجي اعمل لكم ايه البلاط. قلت ماشي خلاص، كل خيرة وفيها خيرة يعني ايه. نستنى يومين كمان. المهم عملنا بقى ايه، بحتنا الصالة وعملنا مواسير الصرف بتاعت المجاري كده وظبطناها. بس هيجي بقى ايه على الشغل البلاط على طول وايه. وقلت اركب كده صفايه كده، بحيث لو غسلت حاجه ولا عملت حاجه. والله كنت اتمنى ان انا كان الحمام يبقى تحت السلم. وكنت عملت كنت هوسع المطبخ، بس للاسف طبعا اخواتي متابعيني، في ناس كتيره بتكتب لي كومنتات كده وبتقول يا أم محمد كنت وسعت المطبخ وكده وخليت السباكه تحت الحمام، تحت السلم، الحمام تحت السلم. فانا طبعا يا حبيبي ان انا عملت السباكه في الحمام صرفت كل حاجه، بتصرف دلوقتي والله اي حاجه تعمليها في البيت بتصرف فلوس. فصرفت عليا، فما اقدرش طبعا ان انا اخلع من تاني واعمل من تاني عشان اوسع المطبخ. يلا الحمد لله المطبخ حلو، وشايل البوتاجاز وشايل التلاجة وشايل وحتى المطبخ الخشب فيه الحمد لله يعني حلو مش وحش الحمد لله، ده فضل من عند رب. ان شاء الله بقى باذن الله اول ما نشتغل في البلاط كده هفرحكم كده، اوريكم شغل البلاط الحلو كده اللي هيسهر بيتنا ويخليه جميل، وبعد الصبر جبر زي ما بيقولوا، بفضل ربنا طبعا. ثم انتم والناس الطيبه اللي وقفت جنبي، ربي يخليكم ليا يا رب دايما، وتسعدونا كده وتفرحوني انا وعيالي يا رب. المهم رحت جبت بقى ايه نص كيلو لحمه وقلت اعمل العيال، بس اللحمه بقى ايه قلبت بقت كلها بيضه يعني غلا وبعينه. ما شفتهاش الا بعد ما قطعتها من الراجل، والله يعني ما راحتش على اللحم. المهم مسكتهم كده، نجيت اللي زي ما انتوا عارفين ان انا بقى عشان ما اعملش الرز بميه وكده، عملتهم ايه فورتهم، عملت لهم كده شويه قلت اعمل شويه كوسه للعيال وشويه رز. وان شاء الله اول ما نبتدي شغل باذن الله يا حبايبي في البلاطه هفرحكم كده واقول لكم. عارفين يا حبيبي والله العظيم ربنا اللي يعلم ان احنا فرحانين، انا فرحانه اكتر من العيال ان انا بتقدم خطوه لقدام. يعني بصوا الحمد لله، بس كل حاجه بتصرف يعني كل حاجه بتصرف، اقل حاجه كده اللي بيفك لك مسمار عايز ياخد عليه فلوس. شويه مواسير جبناهم، ولسه طبعا ايه الرمله والاسمنت لسه طبعا هنجيبهم للبلاطات و... ولسه الرخام بتاع العتب. عشان طبعا قال للراجل هنكسر لك العتبه دي خالص، العتبه اللي انتوا عارفينها باسمنت دي هكسرها خالص وهبنيها من جديد وبعدين احط عليها الرخام. بس قلت له خلاص ان شاء الله باذن الله هجهزهم لك. بس قال ايه لما اجي ان شاء الله، هو هيجي بعد يومين يشتغل عندنا ان شاء الله، لان الشقه اللي ماسكها قال جربت اخلصها وكده. والحمد لله يعني الواحد فرحان ان هو بيبتدي يعمل في البيت كده. هنا يا حبيبي كنت عملت الاكل كده، وكانوا قاعدين مستنيني الكتاكيت الصغيرين رنا ومكه عقبال ما اغرف بقى واحط لهم ايه ياكلوا. والقطه بتاعت مكه على طول دايره حواليهم كده، هما طبعا ايه بيرموا لها عيش ولما بنقعد ناكل بيرموا لها كده عيش تاكل. قلت لهم حاضر، كنت هنا حاطه الحلل جنبي وقاعده ايه اغرف لهم. طبعا قعدنا في الاوضه دي عشان خاطر ايه احنا الدنيا تراب بره لما باحتين وكده. آه، بصوا والله العظيم يعني ما اقولكوش الحمد لله يعني، كل ما بعمل حاجه في البيت كده بفرح وبفرح العيال وجوزي كمان بيفرح، الحمد لله والشكر لله.
هيبقى قاعد طبعا عندنا اوضه واحده بس اللي في الدور الارضي، ان شاء الله بعد كده تفرج نعمل الدهانات بتاعت الحيطان دي، لان فعلا الدهانات دي هتشهر، هتخلي البيت يفتح ويبقى ايه. هو بس عايز شويه تظبيطات زي ما انتوا قلتولي كده، وان شاء الله يبقى بيت حلو باذن الله. وقعد الاوضه اللي هي التانية دي ان شاء الله، بس عايزه شغل كتير، عايزه محاره، وعايزه اللي هي طبعا اوضه اللي هي بتاعت العيال، اللي هخليها ان شاء الله اوضه للعيال دي جوه يعني. عايزه همحرها ان شاء الله باذن الله، واعمل الارضيه بتاعتها بلاط وانضفها باذن الله، بس عايزه شغل كتير يعني، نويت عليها باذن الله كده ان شاء الله باذن الله. اول ما ننوي عليها كده، اللي طبعا انت عارفين اللي كنت بربي فيها مواشي وبعمل فيها كانون، وكنت بربي فيها طيور. وطلعت هنا كده يا حبايبي، كنت جايبه شويه فراخ بلدي من الست اللي بقول لكم بتجيب لنا طيور دي يعني بتجيب لنا طيور، بتاخد كده، باخدهم منها كده واديها كل جمعه كده 20 جنيه ولا حاجه، بتاخدوا ايه يعني، بتدوه لنا قسط كده، مش انا بس الشارع كله. اخدت منها شويه فراخ بلدي، زي ما قلت لكم الفراخ البلدي دي مش بتتعب في الاكل، مش زي الفراخ البيضه، اي حاجه تاكلها، بس طبعا ايه باسسهم كده من هما صغيرين، برمي لهم شويه علف، بجيب لهم نص كيلو او كيلو علف كده على شويه عيش اللي بيفضل ايه من البيت بياكلوا، لان انتوا عارفين ان 5 فرخات بس اللي عندي، والله العظيم الفراخ دي موفره وحلوه. بص بتلاقي بيض، ما تشتريش بيض من، يعني بصراحة هم 5 فرخات عندنا، مش بشتري بيض من بره، اللي بلاقيهم تحتيهم كده بعملهم اجليهم اسلكهم، ويوميا والله يعني بلاقي تحتهم بيض. فطبعا ايه جابت لي شويه فراخ بلدي، وقلت لها هاتيهم، وقلت لها حطيتهم يعني ايه مع الفرخات الكبار، ولفوا عليهم، قعدت يومين 3 كده، وجيت اطلع كده اشوفهم عشان ما يضربهمش وكده، ولفوا عليهم كده، وايه وحطيتهم مع بعضين. بس برمي لهم شويه برسيم اللي بيفضى، اي حاجه، شويه عيش، اي حاجه كده، والفراخ بتطلع، كل حاجه خير ونعمه في البيت، وبتنفع بتيجي على اي حد دي كده، بتنفع ممكن تذبحي منها، ممكن بتلاقي بيض من وراها خير، كل حاجه والله خير ونعمه في البيت. عايزاكم كده يا حبايبي تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلوبكم كده، ان ربنا يبعد عني اللي مش بيحبوا لي الخير، اللي هم الناس الحاقده اللي بتتابعني اللي بتتابعني عشان تعرف اخباري. يعني بصوا، اليوتيوب ده اصلا بصوا خلاني عرفت ناس ما كانتش بتحب لي الخير، ناس كانت عايزاني افضل طول حياتي تحت الصفر، ما تقدمش خطوه لقدام. يعني بصوا، شفت حبهم ليا لما ابتديت اشتغل في البيت واعمل اي حاجه في البيت، شفت حبهم ليا، وان الناس كنت بودها. فاتمنى ان انتوا تدعوا لي ان هم ربنا يبعدهم عني كده خالص. الناس مش كل الناس طبعا اللي تحب لك الخير، مش كل الناس، وفي ناس كانت تعاملك كده في الوش بس، في المرايه وفي القفص، اللي اما هم عايزينك تفضل تحت الصفر مدى العمر، بيدوروا لك على غلطه بس عمرهم ما هيلاقوا غلطه، بيدوروا لك على غلطه عشان خاطر ايه تقفل بها باب رزق اللي انت ربنا بيرزقك منه. بس طول ما انت ماشي بنية سليمة، الواحد انا طول ما ماشيه بنية سليمه، ماشيه بما يرضي ربنا، بعمل ربنا في كل حاجه، مش شايفه الا بيتي وولادي وعيالي وجوزي خلاص، ده بصوا ربنا هيقف معاك كده لحد ما تضر وتموت، ما يهمكش من العبد ابدا، بس ربنا يكفينا شرهم، نقول ايه ربنا يكفينا شرهم. اتمنى تحطوا لي اللايك الحلو كده اللي بيفرحني دايما، وكومنت من ايديكم، تسلم ايديكم وعينيكم يا رب، ربنا يديمكم نعمه في حياتنا، امين يا رب العالمين، خليكم ليا امهاتي واخواتي، وجعلكم كده سند وظهر لينا دايما يا رب، وتفرحوا.